يا مساء الورد على عيونكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اوقات ست البيت بيحصل لها مواقف بتشوفها ان هي محرجه شويه. يعني مثلا وانت عامله الغدا وموضبه وكل حاجه تمام، فجاه يطب عليكي ضيف. هتعملي ايه والاكل على القد؟ او مثلا انت حاسبه حسبتك بس المره دي خانتك وطلع الاكل شويه صغيرين، وخايفه جوزك يزعقلك والاكل ما يقضيش العيال. طب هتعملي ايه؟ هيقوموا من على الاكل جعانين يعني؟ لا. هاقول لِك على حاجة حلوة أوي، 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 أنا والله العظيم مجرّباها، وتأكدي، تأكدي إن هي حاجة هتعُم البركة على الأكل كُلّه، وجوزِك هيفرح بيكِ، والضيف هيروّح فرحان وشبعان، والعيال هيقوموا شبعانين إن شاء الله. بس أهم حاجة وأنتِ بتعملي الحاجة ديّة تكوني في يقين داخلي جواكِ إن هي فعلًا هتعُم البركة، وإن فعلًا، فعلًا الكلام ده صح، مش مجرّد تجربة. هتعملي إيه؟ وأنتِ بتغرفي الأكل هتسمّي وتصلّي على النبي وتقولي: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. وابقي ادعي لي بعدها لما عيالك ياكلوا ويشبعوا والضيف يروح مبسوط. سلام عليكم.